يا صباح الخير. استعنا على الشقة بالله. الجميلة دي عاملة مشروع حلو قوي من قلب بيتها، بيفكرني بزمان في بيوتنا في المناطق، طبعا لو في منطقة شعبية او في الارياف كان في دايما هتلاقوا حد كده فاتح المشروع ده في بيته. بيبقى دور ارضي، شقة دور ارضي، بياخدوا البلكونة يفتحوها، يبقى منه قاعد في بيته كمان فاتح المشروع الخاص بيه. بتبقى الناس غالبة على قد حالها، معاش ان هي تفتح مثلا دكان، معاش ان هي تفتح محل، فبياخد جزء من الشقة عنده بيفتحه للشارع بره، وبقى تلاقي عيال الحتة كلها بتجري بقى عشان تشتري منه ويخبطوا عليه وهو نايم: قوم يا عم فلان افتح لنا، احنا عايزين باكو شاي، احنا عايزين باكو بسكوت. فبصراحة بتبقى جميلة. اما شفتها افتكرت ذكريات حلوة، لان كان زمان عندنا في المكان اللي كنا عايشين فيه كان فيه كده كذا حد. يعني فيديو جميل جدا وفيه فكرة حلوة. يعني انت لو حابب تفتح المشروع الخاص بيك تفتحه، لو انت لو ما معكش فلوس ان انت تجهز وتعمل، بيبقى في افكار كده ممكن نعملها، نقدر ان احنا نشتغل بيها، ما نبقاش قاعدين بقى عواطليه. هي بنوته وعامله مشروع جميل، هي حابه ان هي تعمل المشروع ده. بصوا ما شاء الله. وبعدين الديكور بتاع المكان بيفكرني بالظبط بالاماكن اللي انا بحكي لكم عليها، وبالذات لو في الارياف بيبقى كده برضو المكان جميل قوي. بصوا العيال بقى الصغيره واقفه لها بره تشتري منها. بس انتي قمر وكيوت قوي ان انتي تقفي كده تبيعي. ما شاء الله جميله، ما شاء الله عليها وشاطره. والشاطره بقى اللي تعرف تثبت نفسها وتعرف ان هي تشتغل وتكافح ويبقى لها كيانها حتى لو هي قاعده في بيتها. ومش لازم ان انتي عشان جبتلك فيديو زي ده وهتخش طبعا في الكومنتات تقولي لي: طب هي فاتحه مشروع، طب احنا هنجيب منين نفتح زيها، طب هي عندها شقه ارضي وفاتحه فيها. مش بالضروري ان احنا نفتح زيها، ممكن نشتغل اي شغلانه من على النت، ان احنا قاعدين في قلب بيوتنا، ما نتبهدلش، ما نسيبش ولادنا ونطلع، لا نعمل مشاريع ونشتغل في قلب البيت. اوعي تذلي نفسك لحد ابدا، وما تقوليش لحد انا محتاجه كذا سلفني ومحتاجه كذا اعمل لي. لا، دوري على الحاجه اللي تبقى دخل ليكي ولبيتك ولعيالك. اوعي تذلي نفسك لحد ابدا ابدا. والشكوى لغير الله مذله. دايما فكري ان انتي تعملي حاجه لنفسك. المشاريع كتير وانتي قاعده في البيت، اعملي تفريز خضار، اعملي تغليف هدايا، اللي هي الحاجات اللي بتبقى توزيعات السبوع، توزيعات كتب الكتاب، الحاجات دي. اشتغلي اي مهنه، اي شغلانه من وانتي قاعده في البيت. السوشيال ميديا سهلت علينا كتير ان احنا نقدر نعمل مشاريع وكمان نسوق لها واحنا قاعدين في وسط ولادنا. فما اشوفش واحده تقول انا مش قادره، ما اشوفش واحده تقول منين، ما اشوفش واحده تقول ربنا يعيننا كلنا والضغوطات الحياه كتير وصعبه ومصاريف الاولاد كتير جدا. بس سيبوكوا انتوا، الفيديو جميل جميل جميل، وبصراحه خدني لذكريات حلوه كتير. يا بصوا التفاصيل بتاعت المكان اللي هي قاعده فيه، حتى التلاجة بتفكرني بزمان، بتفكرني بناس زمان، ايام بقى ما كانت الناس الحلوه الطيبه والحاجه رخيصه جدا. لما كنا بنروح نجيب حاجات ياما قوي قوي بفلوس قليله جدا. بصراحه الفيديو ده عجبني قوي، عجبني عشان هو قلب عليا ذكريات ياما. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وتكتبوا لي ايه ذكرياتكم مع لو انتوا جربتوا حاجه زي كده، او كان صادف عندكم ناس زي كده في الاماكن اللي انتوا عايشين فيها. وما تنسوش تكتبوا لي بتابعوني منين يا امارات. انا شيماء غريب. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت زي العسل، الشبكه، لايك، عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.